النهارده ان شاء الله مكملين في وصفات العيد. هنعمل الغريبه، والغريبه من اسهل وصفات العيد. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الغريبه زي ما قلنا 3 مقادير. الكوبايه اللي هنعاير بها الدقيق، هتعايري بها السمنه، هتعايري بها السكر، عشان المقادير تطلع مظبوطه معاكي فلازم تكون الكوبايه موحده. هاخد كده كوبايتين من الدقيق لازم تنخليه. طبعا الدقيق يكون خاص بالكحك والبسكوت او متعدد الاستخدام، يعني عشان في دقيق بيتقبل السمنه معاكي وفي دقيق ما بيتقبلهاش، فلازم تجيبي دقيق خاص بالكحك والبسكوت، او دقيق تكوني جربتيه قبل كده يكون بيستخدم في كل حاجه فهيدي معاك نتيجه حلوه. نخلت الدقيق بالشكل ده كده. بعد كده معايا كوبايه من السمنه، ولازم تكون سمنه تكون نظيفه عشان تدي معاكي طعم حلو. فهنا انا استخدمت سمنه فلاحي. السمنه طبعا مش جامده قوي، بس لازم تحطها في التلاجة تجمد لو هي سايحه معاكي قوي، لكن لو بالشكل ده كده خلاص كده هتبقى مظبوطه معاك تمام. انا كده عايرت كوبايه من السمنه، وهاخد عليها نص كوبايه من السكر، يعني كوبايتين دقيق كوبايه سمنه نص كوبايه سكر. لو عايزه تضاعفي المقدار بقى وتعملي مقدار اكبر من كده، هتعملي 4 كوبايات دقيق، ممكن تعملي عليهم كوبايتين سمنه وكوبايه سكر، لكن احنا هنا عاملين مقدار صغير اللي هو كوبايتين وكوبايه سمنه ونص كوبايه سكر. خلاص نضفي كده السمنه كلها كويس، عشان ده طبعا من المعيار اللي احنا معايرينه. نص كوبايه السكر انا معايرها بنفس الكوبايه دي. خلاص كده تمام. هاخد السمنه بقى اضربها كويس بالمضرب. لازم تضربها لحد ما تغير اللون بتاعها وتفتح وتزيد معاكي كده تبقى فلافي، فتعرفي ان السمنه بتاعتك اتضربت. هنزل عليها بنص كوبايه السكر، وزي ما قلت لك السكر تطحنيه وتنخليه عشان لو في حبيبات. شايفين الكميه بتتضاعف معانا كل ما بتضربيها، السمنه بتزيد معاكي. خلاص هنا بقى انا شلت المضرب وهنزل بالدقيق وهقلب الدقيق كده بايديا. هنزل مش بنزل بكميه الدقيق كلها مره واحده، بنزل شويه بشويه. احنا هنا طبعا مش هنعجن، احنا بنقلب بس الدقيق. الغريبه والكحك والبسكوت والبوتيفور والحاجات دي كلها ما بتتعجنش عشان ما تعملش معاكي عرق. شايفين انا هنا بس لميت الدقيق بالشكل ده كده، خدت كميه الدقيق بتاعتها. شايفين العجينه ما شاء الله طريه وجميله جدا. هنا بقى الكريسب ده بنجيبه، اللولي ده او الكريسب زي ما بتقولوا عليه. اللولي ده بنجيبه او الخرزه بنجيبها من عند العطار. بتقولوا له انا عايزه الخرزه اللي بتتحط في الغريبه، لان في نوع منها بيدخل الفرن بيسيح، لكن دي بتدخل الفرن ومش بتسيح. بتبداي بقى تقطعي الغريبه الحجم اللي انت عايزاه. طبعا انا قطعتها الحجم ده وهتدخل الفرن معانا ما شاء الله. المقادير مظبوطه جدا، مش هتفرش معاكي في الفرن ولا هيحصل لها اي حاجه خالص. الكوبايه اللي انت بتعايري بها بس المقادير خليها موحده. عايري بها سمنتك وسكرك ودقيقك عشان الغريبه ما تفرش معاكي، لان الغريبه من الحاجات اللي حساسه جدا. لو خليتي في اي حاجه في المقادير بتاعتها بتفرش معانا في الفرن، لكن ان شاء الله مش هتفرش، وزي ما هتدخل الفرن هتطلع وهتكون جميله جدا معاكي. بدات بقى احط الالمازه اللي احنا بنحطها ديت، وزي ما قلت لك وانت بتجيبها من عند العطار اعرفي ان انت بتحطها في الغريبه، لان في نوع منها بيسيح وفي نوع ما بيسيحش. ممكن طبعا تحطي بندق، ممكن تحطي لوز. عايزه تسيبها ساده والله دي حاجه ترجع لك انت بقى، اللي انت عايزه تشكلي الطريقه اللي انت عايزه تشكلي بيها شكلي بيها. خلاص كده انا خلصتها. ندخلها الفرن. الغريبه ما بتاخدش لون، هتحطيها على درجه حراره 160 على الرف اللي في النص. الغريبه ما بتاخدش لون من فوق ولا من تحت. خلاص قطعت بقيه الكميه، عملت معانا الصينيتين دول. هبدأ احط لها الخرزية اللي على الوش دي، وهندخلها برضو الفرن. وطبعا عايزة الغريبة بتاعتك ما تبصمش، هتطلعيها من الفرن هتسيبها في الصينية لحد ما تبرد جدا. يعني انا عملتها بالليل وسبتها لحد الصبح، هتيجي تشيلها مش هتبصم معاكي خالص. لكن لو خرجتها من الفرن وسبتها على الصينية شوية وجيت تشيل الغريبة هتبصم معاكي. فعشان ما تبصمش معاكي، لو انت عاملة الغريبة الصبح سيبها على الصينية بتاعتها لحد بالليل، لو عاملاها بالليل سيبها لحد الصبح. كده هتيجي تشيليها هتلاقي ايدك نظيفة. الغريبة مش هتبصم، لان لو شلتها وهي سخنة بتحس ان هي بتبصم، والقشرة بتاع بتطلع زي قشرة كده في ايديك. خلاص شايفين الغريبه بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله متماسكه، ما فرشتش ولا حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي، وحجمها صغير خالص وكيوت. شايفين مش بتبصم في ايدي، انا بوريكم ايدي ان هي مش بتبصم فيها ولا حاجه. شايفين ما شاء الله ناعمه جدا ودايبه، مش متحمله كمان ان انا لسه بضغط عليها. ناعمه جدا معايا.
شايفين بقى انا حطيت اللي هي باللولي الذهبي كده في اتجاه، وحطيت اللي هي بالخرزة التانية كده في اتجاه. خلاص دي كانت وصفة النهاردة، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، ونشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.